السلام عليكم اخوان. اليوم 12/8. مصور طبعا فيديوهات كنت من يوم 4، اليوم 5 هيجي اول بداية يعني الشهر على ما بدا يستوي هذا السنة، لان قلت لكم الحالة يعني جديدة انه الجو كلش حار. حتى شوفوا هاي الورق مالت الاشجار بدا يحترق، يعني التطعيم هنا هم احترق. الجو كلش حار والبوتاسيوم حقيقة هواي سرع على مود يستوي هذا الرطب. فالشي ما شاء الله كله جميل، لكنه حقيقة يعني أحكيها بصدق، كمية الحزن على الأحداث والأمور جاي تصير يعني تعبتنا. يعني أنا مصور يوم 1 ويوم 4، وهاي موجودة الفيديوهات ما نزلتها، يعني إنه تعب، يعني تعب الوضع القائم. يعني نسأل الله الرحمة والغفران، والله يرحمهم رحمة الواسعة ويرحم شهدائهم. اي والله، وشافي جرحاهم، وصبر الامهات والاباء. احنا كلنا اباء ونعرف الالم شلون يصير على الاطفال، على الابناء، يعني الهم الام والاب ف قلت خل اطلع اليوم اصور شويه. راح احوي هذا، شوفوه ما شاء الله. هذا صار مثل ابراهيم. هذا طبعا اخوان قلت لكم عليه لان ظل ناعم. شوفوا ما شاء الله ظل ناعم، لانه لاسباب عديده حكيناها. النخله انه كانت ما مسمده كل زين، بعدين صارت بيها لفحه النخيل فالعسوب. شوف هاي كل العزقه مالتها، كل العزقه، يعني هاي العزقه مالتها كلها شوفوها تصير انضربت. فاذا انضربت يعني قل الماي اللي يوصل، التغذيه توصل لهذا. هاي بالنسبه لهاي النخله. بقيه النخلات احسن منها، بقيه هذول شوفوها اخوان. هذا مسويه انا بالفيديو، نشيسه من هذا الكياس ونخلي عليه نايلون، لانه احتمال تمطر. السنه ماكو مطر طبعا ماكو مطر كلش ماكو مطر. يعني عادة هذا امطارنا تجي بهذا الفترة، يعني السنة كلش ماكو مطر. فحبيت بس اصور لكم هذه واقول لكم انه ان شاء الله راح بلكي ادمج هذا وانزله، لكنه صار شيء جميل يعني جدا جميل. طعمه صار هو هذا المجدول اخوان. اذا ما تعتني به هواية، تخفه هواية، تسمده هواية، مو مثل نخلنا. يعني نخلنا يتحمل كل الظروف البيئية. شوف شلون صار شكله، شيء جميل جدا، طعمه جدا جميل. زين اليوم عندنا حاوية بيها. يعني هسه هذا يشوفه يقول هذا ابراهيم. هو شكله شوف ابراهيم. هسه اذا اقول للناس هذا ابراهيم، اللي ما يعرف بالنخل هذا يقول هذا ابراهيم. فعلا ابراهيم، يعني شكله وردي. ابراهيم البصره هذا ابراهيم اللي كان عنده بالبساتين، هذا وردي. زين هذا ما شاء الله شوف استوى. خلي احوي ان شاء الله واشوفكم، لان عندي بين حاويه ما شاء الله، ان شاء الله كبيره ان شاء الله. وهذه التجيس مالتها شوفوا شلون يتشيسن. طبعا هي حالاتها تباع ثوكة نازلات هيك شكلها حلو، يعني حتى منظرهن جميل، واحد ينحرم منهن. تخلي عليها المشبك وتخلي عليها النايلون اذا تمطر ينزل الماي على الاثق يخرب التمر مالتها، فتضطر تخلي مشبك. وبديت اخلي نايلون، يعني الناس كانت تعاني مشكله يخرب. هاي قلت لهم يابا خلوا نايلون عليه يصير ما عليه شيء بعد. خلينا نخلص حوي ان شاء الله واشوفكم وادمج هذا ويا بقيه. ولا تنسون الناس بكل استطاعتكم اخوان، دعاء، امور اخرى، اي شيء تقدرون عليه، مساعدات ماليه، مساعدات عينيه، مساعدات. والله يرحم الجميع ان شاء الله. تحياتي. السلام عليكم اخوان. اليوم 31 بالشهر، وجاي تشوفون الامور جاي تصير شلونها. انا قبل ايام حكيت على الامام الحسين عليه السلام. قلت الامام الحسين عليه السلام مو بس قيمه وطبخ وهذه، اقصد يعني بالشكل المعقول. يعني الانسان يطبخ، يقدم، يوزع، يعني بس مو يبالغ. واكو ناس تعرفونه باماكن هوايه بالعالم. يعني هاي قدامكم غزه، وقدامكم لبنان، اليمن، يعني بلداننا كل واحد ببلاده.
اي بلاد، اي بلاد عربيه اسلاميه، اي بلاد. فاحسن يعني يقدم له مثلا ذبيحه والباقي يسوي له فلوس يوديه لغير مكانات. الامام الحسين عليه السلام ذني ثواب احسن حتى يساعد الناس هذول المظلومين والتعبانين. فمثلا يصير اعتراض انه انا احكي على الشعائر الحسينيه. الامام الحسين عليه السلام مو طبخ وقيمه، الامام الحسين مبادئ وفكر ومساعده المظلوم، وهذا الدليل عندنا احنا. شو انا كم مره هسه اكو فيديو حاولت انزله كم مره حكيت بيه، ان شاء الله ما خلاني انزل 3 ايام. هذا ما اعرف الفيديو راح اشوف ينزل ما ينزل. فجاي تدرون هاي اليوم شنو جاي يصير عندنا اليومين شنو صار بيهن؟ كلش حقيقه تعبانين. يمكن اطلع شويه اخفف من هذا الضغط. ادي النخلات هذا العصفور ما يخلي منه شيء. شوف هذا العصفور شكر تبصير يجي ياكلها. هذه النخله شفتوها شلون حجم الزيتون صار بها ناعم وصغير، وحكينا عنه المجدول. اخوان هذا المجهول، مره نقول مجدول مره نقول مجهول، اذا ما تعتني به تسمد نخله تسميد قوي حيواني. يعني اذا تقدر تحط لها 70 80 100 كيلو وتسمدها كيميائي على جرعات وفترات وتسقيها زين، ما راح تنطيك انتاج. فنخلنا يعني حقيقه يتحمل وينتج كل انواع اللي كانت عندنا. يعني هذه يراد لها عنايه خاصه. واذا ما تخفه وتفرطه، هي هاي كان بها لفحه نخيل هم اثرت على العثور، لان هاي الثانيه احسن يعني. شوفوا الحجم مالته احسن، بس هاي شوف ايش قد خافان يعني مع التخفيف. هذا مع التخفيف شوف شوف خاف منه هواي، يعني خاف يخف، لكنه ما كبر هواي لانه كان بها نقص كالسيوم، يراد لها جبس الزراعه تخلي لها، يراد لها اسمده حيوانيه كلش هواي. على كل فانا اريد اشوفكم هيك اغلف هاي الاشياء. شوفون هاي الاشياء استخدم، واحنا يصير عندنا احيانا امطار صيفيه، فاذا تمر تدمر، فلذلك نخلي كيس من هذا وكيس من هذا البلاستيك. هسه راح هنا حسن يصور لي شلون راح اسوي هذا الفيديو، شلون راح اتشيس النخله. احنا السنه شيء غريب يعني، احنا صار تطلع يوميا تحوي لك كم رطبه يعني تاكلها، رطب موجود يعني مو هوايه بس. وطبعا هذاك وهم موجود على الميز، ما حد ياكله، ما ياكلوا الاولاد. زين ايراد اليوم قلنا ما دام شويه جو زين خل اطلع شو اسمه اطلع اخلي عليه الاكياس البلاستيك. زين هاك حقي صور هيك زين. هناك جاي شوف هيك زين. اوكي بس شو راح تناوش ان شاء الله تريد نظل بيدي ثانية. اوكي اعطيني هذا الخيط، اريد خيط هسه حاليا. هذا التشيس يجي هاي تشيس جديدة اشتريت جديد قبل يعني فترة قليلة اشتريت جديد. عندي كان قديمة ذيك تعمل صار سنتين ثلاثة وحرارة شمس وهذه. فاخوان هذا بيشغل كلش هواية، هذا النخل بيشغل كلش هواية. الله يساعد الفلاحين اللي هنا حقيقة يعني يشتغلون كلش هواية. طفي شوفوا هذا قصيته من جوا. هذا شوف يجي لكم لا كيس مال الزباله او اي كيس اخر مال ليمون بيه الورق، ليمون بيه الاغصان اللي ياكل كذا. هذا شوفوا هذا كيس يصعد هنا، لان هذا اذا ما خلي له كيس ما يستفيد من عنده. احنا هنا كاليفورنيا ما عندهم مطر بهاي المنطقه زارعين بيها النخيل بالصيف، بس احنا بهاي الولايه امطارنا تصير صيفيه. صار فتره ما مطرت يعني السنه امطار كلش قليله، بس عاده هذا الموسم هو موسم الامطار المانسون يسمونه.
الامطار الصيفيه. هذا الشيء خليته هنا أنا. اشوف راح اشده حتى ما يدخل ماي بالحبل مالته نفسه، الحبل مالته نفسه راح اشده. هذا الشيء شوفوا صار المطر ينزل عليه، ينزل يجي وما يدخل بالعفق ما يعفن، لان يعني هذا بسرعه يعفن. المجدول مشكله ما يتحمل رطوبه، هو والتمر كله ما يتحمل رطوبه، والمجدول ما يحمل رطب. احنا هنا نصعد نحو رطب، بس هناك ما عندهم وقت يضيعوه على الساعه مساعد عامل ويقد فلوسه. هاي خليها يتكه، شفتوها؟ من اريد افتح العفق افتحها اهوي وارجع، واهم شيء تخلي عليها هاي الكياس النايلون. شكرا حبيبي. السلام عليكم اخوان. اليوم 4/8. طبعا درجة الحرارة برا تشوي شوي. امس 116 117، اليوم هم تو طلعت بالسيارة وجيت 115. بس احنا مسألة النخلات ما نوقف يمهن وما نحو منهن الشغلة صعبة يعني، لسه ما تصير يعني. شوف هذا الحق، بس اريد الحق عليهن اغطيهن، لانه العصافير ما يخلن بيهن شيء. عصافير مشكلة ما يخلن بيهن ايش يعني. شوفوا شكو رطبة تصير ياكلنها، شكو رطبة تصير ياكلنها. اذا ما اتشيسهن ما استفيد من عندهم. بس احنا ما شاء الله تبارك الله جاي نحوي رطب يا اخوان. هذه اول مرة تصير بهيك شكل، يعني انه احنا بشهر الثامن المجهول، نهاية الثامن يلا يبدي. المزارع الكبيرة بشهر التاسع يلا يبدون، لان ما يردون يصعدون العمال يوميا مصعديهم يحولهم شوية وكذا، لا. بعدين هذا ما يحون حوي العفو، ينكثون العثق هيك نكث. شوف هسه انا من ادخل ايدي هنا احوي بهن هواي منه يذبل، لان هذا العنق مالته ضعيف كلش ضعيف، ما يتحمل، مو مثل رطبنا وخلاننا وتحمل تدخل ايدك بينها تبعه. شوف جاي شوفوا يعني مشكلته مشكله. هسه افتح هيك افتح هنا القاه الدحكه هيك يوقع، تضربهن يوقعن، ما يتحمل يعني، كلش ما يتحمل، مو شلون ما كان. زين هاي مشكله بيه. فقلت ما يساعدون الناس، يعني يساعدون الناس يوم تعالوا حول العمال يكلفونهم هواي فلوس، يخلونها 3 مرات 4 مرات ويقصون الحثوب. بس يبدون بشهر التاسع نهاية الثامن يعني. شوف يعني جاي تشوفون، هذا بسبب انه احويهن يصيرن هيجي، مو لانه يعني اكيد هسه راح يقول لك واحد لانه العصر ما عليهن شيء. زين هن بالظل وحملهن بالظل وما عليها شيء، لكنه هو نوعيته هذا هيك ما يتحمل. شوفوا هو جاي ما شاء الله يستوي السنه هاي النخله عندي الرطب مالتها كلش ناعم، بسبب حكينا على المرض اللي كان بيها، والعثوب كلهن كان مريضات يعني. زين وتخفيف يعني خففن حقيقه يعني، مو مخف يعني. جاي يشوفون التخفيف شنو هسه هذا يعني. هاي شنو هاي بيها هسه شنو بيها. زين لكنه ما كان اكو تسميد حيواني جيد وهو الاساس، وهي كانت النخله بها مريضه. وهذه قضيه التغليف، هذا التغليف شوفوا اخوان، هذا التغليف مالتين. بس قلت لكم ما جاي الحق المشكله على شويه جو حار. هذا شوفوا ما شاء الله ويوقع، شوفوا شو يوقع، هاي مشكلته يوقع يعني. هسه اذا انكثه يوقع من هوايه. هذا شوفوا البقاع الواقع، جاي شوفوا هذا من دخل ايدي بالعثق احوي من عنده تحكي توقع، او هي تذبل تنفصل عنها، ما يرتبط هوايه بالهذا على الشرموخ يعني، ينفصل بسرعه. وكيس النايلون هذا قلت لكم عليه يعني. احنا عاده هيك وقت بشهر الثامن والتاسع امطارنا تصير، بالسابع يبدي المطر، الثامن والتاسع. طبعا هي مغيمه عسى ولا على البلكي ما يوصل المغيم، ما جاي يوصل يعني حاره كلش، ما جاي يصير يوم هنا تمطر. فاذا تمطر وعلى التمر وعلى الرطب يخرب، فذلك تشيس. فشغلن هيك شغلن هوايه. اول مره تخلين خيشات مثل هذه كاليفورنيا يخلون بس على الخيشات، لان ما تمطر عندهم. بس العام فاجأتهم مطرت
تلف كل المحصول. طبعا ملايين الدولارات راح اخذها خسرة. احنا لا، امطارنا هي هيك وقت تصير، فانا محضر لهن يعني هواي ناس تقول لك هذا شلون يترك ويصير هيك عزيز بهاي الطريقه. هسه هذن العثوق اذا افتحهم بين خير من الله، بين رطب ان شاء الله خير من الله. هسه راح افتحهم شويه تشوفون حتى هذا العثوق، شوفون هاي عثوق هيك كلها هيك تسوي، هاي كلها هيك تسوي. تين هذا ضال حصة الطيور، شوفوا تين حصة الطيور. الرمان هذا التين، شوفوا هذا التين، هذا التين وين تودي. وهذا التين الاصفر، هذاك التين الاصفر، شوفوا التين الاصفر هذا في الشيء راقي يعني، راقي شوفوا راقي. اخوان تشقق الرمان من تجربتي انا بالزراعه، حتى ما يصير يعني كلام بيه وايد، انا اللي مجربه ومسوي انا بالنسبه لي العفو. شوف بسبب عدم انتظام السقي، يعني هذني خليني شلون دافعنا كل سنه امقتهن يزقن على وقت معين. السنه لين الجو كلش حار الماي ما يجي هنا هوايه، وانا ما جاي اسقين هوايه، فمن اطلع بالصوندة اسقي بيهن زين. فيصير مره كميه ماي هوايه، مره كميه ماي قليله، تشقق هاي الجدار مالها يشقق، يعني راح يسحب ماي هوايه ينفطر زين. وماي قليل يوم ماي قليل ومره ماي هوايه. والسبب الثاني اكو حشره كانت تصير عليه اجت تجي من وقت تخلي بيوضها، فقسم من عنده يعني انشوى وصار بيه مكان مال حرق او مكان مال هيك مال عفن. طبعا والشمس السنه بشكل عام الشمس، لان الشمس فظيعه هذه السنه يعني الشمس كلش قويه. الرمان اللي جوا بالظل زين، بس الرمان اللي فوق ضربه الشمس لا وضعيته اختلفت يعني. وهذا حتى هذا شوفوا، هذا احكي عنه، هذا اكو دوده تجي تدخل شو اسمه، تدخل هيك يعني تسوي تخلي بيوضها كانه بي، ورا فتره يلا يبين يتلف. وهذا اللي فوق بسبب الشمس يعني، الشمس وعدم انتظام السقي كلش هواي اكثر. وهذا شوفوا هم ضال حصة العصافير. هاي المجدول الحجم مالتها زين كل الزين، يبقى يعني مو حجم المجدول اللي كان يصير عندي، لان كان النخلات بعدها الارض بعد كانت الارض صار بيها هواي شغلات يراد لها علاج هواي. شوفوا اخوان نقص الكالسيوم هذا هيك يبين، هذا شوفوا تصير سوداء هاي اذا افتحها، شوفوها شلون المكان يصير اسود هذا اذا افتحها هيك يعني. اذا من غير مكان عادي، بس بهذا المكان هذا يبين هو، شوف شكلها الثمره مبينه شكلها فيها نقص كالسيوم. ما تحجم طبعا، ما تحجم شنو ما تحجم الكالسيوم، راح نقص الكالسيوم راح ياثر على امتصاص الكالسيوم وامتصاص المواد الاخرى زين، فيراد يتعالج يعني ان شاء الله على التاسع باذن الله نشتغل عليها ان شاء الله. بس حبيت اشوفكم هسه هذا الفيديو. هذا هسه ما شاء الله الحوي اخوان، هذا ما شاء الله رطب المجهول خلينا نقوله، اللي بعده حتى ما نزل بكاليفورنيا السنه ما شاء الله تبارك الله. الله انعم علينا، نخلاتنا رطبا كلش من وقت. عاده هذا يظل عنا خال يعني نقصه ننطيه خلال هيك يروح. السنه ما شاء الله تبارك الله زين. رطب من وقت طبعا بسبب البوتاسيوم حرارة الجو، لأن الجو كلش حار السنة. هذا شوفوا ما شاء الله، شوفوا ما شاء الله تبارك الله، هذا شوفوا ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على محمد وآله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني اليوم 4/8 طبعا أول مرة تصير عندنا هيجي
بسبب الحرارة وبسبب الأسمدة اللي خليتها البوتاسيوم. رطب المجهول، رطب المجهول يا اخوان ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونكم عيني بهذا الرطب؟ هسه جاي احوي من هالعفق، شوفوا شوفوا جاي احوي من العفق. هاي المشكلة اذا اطخ بيها بسرعة ينفصل عن الشرموخ، هذا مشكلته. لذلك هم ما يحون حوي، هم يخلون ينكسون العفق يوقع من عنده. هذا شوفوا شلونكم بهذا، شوفوا يعني هواي تخسر من عنده ذا هيك. شوف هاي شوف يذبل يروح حرامات يعني. زين لازم تخليه يستوي بعدين تنكث العفق يوقع. هم يسوون مرتين ثلاثة هيك والنوب يقصون العفق. بس احنا بعد نريد رطب يعني، نريد رطب شباب ما شاء الله. اللهم صل على محمد. ألف عافية. اعذرونا اخوان اعذرونا، نشوفكم وما نقدر ندز. ان شاء الله السنة ان شاء الله السنة بلكي يرطب من الوقت كله والاصدقاء يستاهلون. مع السلامة.